السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير وكمان بحبكم كتير في الله. النهاردة يوم جديد بفناجين جديدة وأبراج جديدة. النهاردة 10/12 فنجان جديد وحصري على القناة على صفحة الفيس يا برج الجدي. أرجو منكم لو لسه ما اشتركتوش تشتركوا عشان تكونوا من ضمن أسرتنا، أسرة أم مازن في عالم الروحانيات، وعشان كمان يوصل لكم كل إشعار بكل فنجان ليكم أنا بنزله. لو قدرتم إن انتم تعملوا شير كتير أو مشاركة للفنجان يبقى كتر ألف خيركم. ساعدوني على النشر كمان باللايك. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نقول بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب برج الجدي، مبدئيا كده ما شاء الله عليكم، في امور كويسة عندكم على فكرة، بس على قد ما في امور كويسة في امور يعني تحذيرية ليكم لازم تاخدوا بيها. خلاص، اولا انا شايفة ان انتم عندكم امضى على عقد هتفرحكم جدا على فكرة. شايفة كمان ان في هدية هتجيلك يا برج الجدي بإذن الله. ماشي، شايفة ان في اوراق يعني شغلاك قوي وانت بتحاول ان انت تخلصها، ممكن تخص بنك او تخص اوراق حكومية. شايفة ان هي هتخلص معاك على خير بإذن الله. من ضمن الحاجات الكويسة جدا اللي هتفرحك جدا ان انت عندك دعوة مستجابة. فلو في حد ظلمك او في حد جه عليك، لو دعيت عليه صدقني هتجيبه الارض يا برج الجدي. برج الجدي انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني انا بقول لك ليه كده؟ عشان فيكم ناس بالفعل انتوا بتدعوا على شخص، او بتتحاسبنوا على شخص، او بتدعوا ربنا ان ربنا يجيب لكم حقكم من الشخص ده قريب جدا، لان انتم تعبتوا قوي من الشخص ده واتظلمتوا جدا، واللي هو ليك حق عنده يا برج الجدي وانت عايز تاخده بأي طريقة بس مش عارف تاخده. فاللي هو بتدعي ربنا ان هو يجيب لك حقك لحد عندك، لان انت تعرضت لأذى نفسي وظلم، والشخص ده جه عليك قوي وما يعلم بك الا ربنا، اللي هو مش مسامحه خالص يا برج الجدي. برج الجدي انا عايزه اقول لك على حاجه، خلي بالك عشان انت حواليك اشخاص كتير مستغلة وبتحاول ان هي تستغلك. في ناس بتقرب منك عشان تستغلك وعايزين يستفادوا منك، فخلي بالك. خلي بالك عشان الناس اللي انت بتصرف عليها او بتديها اللي هي عايزاه لو جت طلبت، مخلية في عندك خسائر من ناحية الماديات. فانا شايفة ان مادياتك الفترة دي ما فيهاش بركة. الفترة دي الفلوس اللي بتجيلك بتطير او بتتصرف بسرعة بسبب المصاريف الكتير اللي بتطلب منك، بسبب الضغوطات اللي عليك. فانت شخص جايلي شخص عندك خسائر مادية، او بمعنى اصح انت جايلي شخص مستنزف ماديا. ماشي، بس ده ما يمنعش ان انت جايلك فلوس بإذن الله يا برج الجدي. برج الجدي انا عايزه اقول لك على حاجه، لو غلطت في اسمك سامحني، لان انا عندي الضغط بتاعي واطي وتعبانه ومحتاجه دعوتكم، وسامحني لان انا لسه شايفه كمان برج العقرب قبل منك، فممكن اقول لك عقرب، فمحدش بقى يخش ايه يعمل نفسه فلحوص وناصح على حد تعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح كده ان انت الفتره دي ساكت على فكره، ساكت، بتبعد عن كل حاجة فيها مشاكل، وبتبعد عن الحوارات، بتبعد عن الكيلو والقال، قاصد ان انت تبعد عن الناس، وشايفك بص اللي هو مش عايز تتعامل مع حد. بس بالرغم من كده يعني لو في حد طلب منك شيء، انا شفتك في الاول بتساعد وبتساعد بقلب وبتساعد بالخير. يعني انت قررت تقعد مع نفسك، قررت تسيبك من الناس اللي حواليك، قررت تكون لوحدك، قررت تكتم على حالك واسرارك ودنيتك. بس ده ما يمنعش ان انت برضو لما حد بيطلب منك اي شيء بتجري عليه وبتساعده. انت مش عايز تقطع اللي انت بتعمله من خير، انت حاسس ان انت عايش في الدنيا دي بالخير اللي انت بتعمله.
وبمساعدتك لغيرك على فكرة يا برج الجدي. برج الجدي خلي بالك، عشان انت في حد هيعرض عليك ارتباط في السر او علاقة في السر، فخلي بالك. يعني مبدئيا كده بالتأكيد انت هترفض حاجة زي كده، لان دي علاقة مش معروف مصيرها. وخلي بالكم، يعني اديني بقول لكم ده شخص لاعب اللي هيعرض عليكم حاجة زي كده، وشخص متعدد بيعرف يصطاد، يعني بمعنى اصح فريسته، اللي هو جيت انت معاه جيت، غيرك جه معاه جه. يعني خلي بالك من الكلام المعسول. ماشي. برج الجدي انت عندك في طريق سفر مفتوح على خير بإذن الله، وممكن تكون يعني ايه، السكة دي على فكرة قريبة جدا، يعني ممكن هتسافر قريب، ممكن تكون يعني خلال الفترة اللي جاية دي او مع اول السنة بإذن الله يا برج الجدي. شايفة ان انت مستني حاجة ان هي تجيلك، مستني مكالمة، مستني رسالة، مستني خبر يجيلك من حد، يوصلك من حد بعيد عنك، في حاجة انت في طاقة انتظار ليها يا برج الجدي. برج الجدي بالنسبة للعزاب، انا شايفة ان في حد بيراقبك يا جدي من بعيد لبعيد، في حد مركز معاك قوي 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 ومشغول بيك قوي. وهنا على فكرة مش بالنسبة للعزاب بس، لا، وبالنسبة للمتجوزين كمان في حد بيراقبكم من بعيد. ماشي. ممكن يكون اللي بيراقبك ده شريكك، ممكن يكون في بلد تانية او في مكان تاني، او ممكن يكون حد حاطط عينه عليك يا برج الجدي. برج الجدي انت عندك بإذن الله في سداد دين، يعني لو انت في دين يعني حاطط في دماغك ان انت تسده، هتسده على خير. شايفة ان انت عندك نصرة في قضية، شايفة ان انت عندك فرحة في قلب شغلك، عندك ترقية، عندك زيادة مرتب. حصن نفسك يا برج الجدي، لان الحسد عندك جامد جامد جامد، وانت ممكن تتعب تعب صحي الفترة دي. يعني بص، هو التعب الصحي حاجة بصراحة عشان ابقى واضحة، والتعب اللي هيجيلك من الحسد حاجة تانية. فعشان افنط لك الرموز اللي انا شايفاها دي، التعب الصحي اللي جايلك عبارة عن صداع، وجع في العين، وجع في المعدة، وجع هينزل على عينيك شوية، الضغط بتاعك ممكن زي كده مش هيكون مظبوط، هيكون واطي شوية، الضغط بتاع الدم او الضغط النفسي نفسه بتاعك، انت هتكون انسان مضغوط. شايفة بقى ان الرموز اللي بترمز ان انت عندك طاقة حسد عبارة عن ايه؟ الاعراض اللي هتجيلك عبارة عن خمول، عبارة عن كسل، عبارة عن ان انت نفسك هتكون قافلة من ناحية الخروج، ومن ناحية ان انت تتكلم مع الناس، وهتكون مع نفسك، وهتكون مع حالك، ومودك مش هيبقى حلو، مش هتبقى طايق ناس كتير كده، يعني انت فاهمني. في طاقة انجاب عندكم، وهتسمعوا كمان بخبر حد يعني ربنا هيكرمه ببشرة حمل او بمولود جديد. خلي بالك، لان انت هتتعرض لطعنة من شخص قريب منك، والطعنة دي ما كنتش انت متوقع ان الشخص ده يعمل معاك كده يا برج الجدي. ماشي. ومش شخص واحد بس يا برج الجدي، ده في منكم بقى هتتعرضوا لطعنة من شخصين، والشخصين دول على فكرة هتقطعوا معاهم، هتقطعوا معاهم. ماشي. لان انت هتكتشف ان الشخصين دول قدامك بكلام، من وراك بكلام. ممكن يكون الشخصين دول في مكان العمل للبعض منكم، لكن الاولاني، الرموز الاولانية كان شخص قريب منكم، يعني شخص من العيلة، من الأسرة، من الأهل، من الصحاب، التعاملات الشخصية قوي. لكن الرموز التانية دي الشخصين دول في قلب العمل لبعض الطاقات منكم، عشان أبقى واضحة يعني. يا رب تكون وصلت. ماشي. طيب، شايفة ان في امور كتير شغلاك، انت عمال تفكر فيها قوي قوي قوي، والامور دي يمكن واخدة منك وقت من التفكير. وممكن الامور اللي شغلاك وعمال تفكر فيها دي ممكن تكون انت بتسهر الليل، يعني عشان خاطر تقدر ان انت تقدر تقرر في امورك دي، او تقدر تظبط احوالك او امورك اللي هي شغلاك قوي الفترة دي. بس خلي بالك، انت مشتت في افكارك الفترة دي، فحاول ان انت تركز، يعني ان انت مش مركز يا برج الجدي على فكرة. ماشي. دي حاجة يعني ظهرالي. وعدم التركيز ده برضو بسبب طاقة سلبية على فكرة. بعض العزاب منكم
في عندكم بإذن الله ترسيم علاقة. يعني أنا شايفة إن في شخص جديد دخل حياة ناس كتير منكم. لو لسه ما دخلش حياتكم هيدخل حياتكم بإذن الله. الشخص ده ممكن يكون جاي لكم عن طريق شغل، أو ممكن يكون جاي لكم عن طريق سفر، أو جاي لكم عن طريق مناسبة أو حد. افتح قلبك يا برج الجدي للشخص ده. وبقول لك افتح قلبك ليه؟ لأن من الواضح كده إن في يعني علاقة ما انتهتش، يعني انت فيها يعني علاقة فيها مشاكل، فيها خلافات، ممكن الاهل واقفين فيها، فانت يعني بالنسبة لك العلاقة دي انت لسه موجود فيها، بس هي فيها بعد شوية او فيها ناس عاملة لكم مشاكل. ماشي. فالشخص الجديد احسن والله العظيم، يعني سيبك بقى من وجع القلب ده. ماشي يا برج الجدي. برج الجدي بعد العذاب منكم في فراق بالفعل حصل ما بينك وما بين شخص على فكرة. ماشي. وشايفة ان انت نفسك ان الشخص ده يرجع ليك على فكرة يا برج الجدي، ونفسك ان العلاقة بتاعتكم تتصلح او تكون كويسة، وشايفاك انت بص على احر من جمر كده مستني الشخص ده يرجع ليك. بس هقولك على حاجة يا برج الجدي، انت مستني الشخص ده يرجع ليك، بس يرجع ليك بطريقة جديدة، او ان هو يغير من تصرفاته وافعاله. لان من الواضح ان البعد اللي حصل ما بينك وما بين الشخص ده كان بسبب تصرفاته، بسبب افعاله، بسبب افكاره، بسبب نرجسيته، بسبب ان هو شخص فيه عيوب كتير، وانت كنت بتحاول ان انت تصلح العيوب دي، وللأسف لما ما قدرتش او حصل مشاكل كتير بعدتوا عن بعض. فانت ما زلت لسه بتحبه ونفسك ان هو يرجع لك. هيرجع لك، بس الشخص ده مش هينفعك، بس لان الطبع بيغلب التطبع. خلي بالكم من نقطة زي كده. ماشي. دي نصيحة مني ليكم اصحاب برج الكاتش. ناس كتير مش حابين لكم الخير، فخلي بالكم في ناس كتير بصلكم في حياتكم وعيشتكم. ناس كتير عمالة تحسدك يا برج الجدي على نعم ربنا اللي مديها لك، سواء يعني نعمة ان انت شخص مرتبط، او انت شخص متجوز، او انت شخص ليك بيت، او انت شخص ليك ولاد، او انت شخص حلو شكلك جميل، او انت شخص يعني عندك استقرار من ناحية معينة. انا شايفة ان في ناس حواليك مش كويسين ومصممين على اذيتك، بيأذوك نفسيا، بيأذوك عن طريق حد، ممكن عن طريق شريك ليك. فخلي بالك يا برج الجدي، خلي بالك بجد والله، لان انت متعرض كتير لأذى نفسي من اشخاص كتير، وانت مش عارف هم فين او مصدرهم فين. طيب انا عايزه اقول للمتجوزين بالذات خلي بالكم، لان مصدرهم اهل الشريك. اهل الشريك مش حابين لكم الخير. ماشي. فهم اساس في الضرب من تحت الحزام زي ما بنقول كده بالبلدي، قاصدين ان هم يوجعوك، قاصدين ان هم يزعلوك، قاصدين ان هم يعملوا فتنه ما بينك وما بين الشريك على طول. فبالنسبه للمتجوزين هتلاقي طول الوقت الشريك متغير معاك، وطول الوقت الشريك بيتعصب عليك، وطول الوقت اي حاجه انت بتعملها مش عاجبه الشريك. ماشي. وخلي بالك برضو ان انت برضو عندك ناس حواليك برضو عمالين برضو يعني يتكلموا عليك كلام مش كويس، كلام في ظهرك كتير. ناس قريبين منك، ناس كمان بيحبوا يجروك قوي في المشاكل بتاعتهم وفي الحوارات بتاعتهم. فخلي بالك، خلي بالك، انت شخص مش وحش، انت شخص كويس. ماشي. بس للأسف الناس هي اللي مش كويسة، ومش هظلم كل الناس، بس تقريبا يا برج الجدي معظم اللي حواليك بيغيروا منك، معظم اللي حواليك بيحقدوا عليك، معظم اللي حواليك حاسدينك، معظم اللي حواليك يعني حاسدينك على عيشتك وعلى حياتك. فخلي بالك والله العظيم الناس دول ما طامر فيهم اي شيء، ولا طامر فيهم العيش والملح، ولا طامر فيهم خيرك ولا وقفتك جنبيهم. القرار اللي انا شفتكم اللي انتم واخدينه ان انتم تبعدوا عن كل المشاكل وعن كل حاجة حواليكم، انتم بالتأكيد ما خدتوش من فراغ، انتم خدتوه من بعد ما زعلتم، من بعد
ما توجعتم، من بعد ما اتأذيتم، لحد ما وصلتم لحالة نفسية ان انتم خلاص ما بقيتوش لاقيين راحتكم غير مع نفسيكم. بحبكم كتير. في رسالة جايالك، مستنية منك دعوة حلوة يا برج الجدي. بصوا، انا لما بتعب او ببقى مستنزفة طاقيا بفضل ان انا مطلعش، بس انا ما اخبيش عليكم، انا انسانة صريحة، انا تعبانة، وفي نفس الوقت وقف الحال ليا مش كويس، فاللي هو مش قادرة، لازم اسيطر على نفسي، لاني انا لو استسلمت للطاقة اللي انا فيها صدقوني هغيب عنكم كتير. في حاجة هتحصل معاك في توقيت ممتاز او في توقيت الهي، ربنا هو اللي هيقرره ليك ويحدده ليك يا برج الجدي. ماشي. وعشان كده انا طالعه بقول لكم رغم التعب اللي انا فيه، يعني ما تسيبونيش لوحدي، ادعموني ادعموني وحسسوني فعلا ان انا يعني انا متقدره في التعب ده اللي انا فيه، ان في ناس في ظهري، في ناس حبالي الخير. ماشي. كل من فتح واسع الافق. توأم روحك قد يكون مختلف عن طباعك وتوقعاتك المثاليه. طيب، يعني الناس اللي انا شفتهم في قصة حب جديدة او في شخص جديد داخل حياتهم، ممكن يكون الشخص ده مختلف عنك وعن طباعك، ممكن يكون من بلد غير بلدك، ممكن يكون لهجته غير لهجتك، ممكن يكون سنه غير سنك، ممكن يكون ظروفه الاجتماعية نفسها، هو شخص مرتبط انت مش مرتبط، او العكس صحيح انت سبق لك الارتباط هو لا كده يعني. ماشي. بس ده توأم روحك اللي انت كنت بتدور عليه من زمان يا برج الجدي. برج الجدي، بحبك كتير في الله، ومع ألف سلامة.